السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الرابع. هنتكلم النهاردة عن جزئية برضو مهمة جدا اللي هي بتاع إيجاد قيمة المجهول. يعني يجيب لي معادلة بالشكل اللي قدامنا ويطلب مننا إيه المجهول. هنا سي، يعني المجهول هنا سي. 100 زائد سي بيساوي 350. طبعا دي معادلة لأن فيها طرفين وفيها هنا إيه قيمة مجهول. طيب، أول ما نشوف هنا قيمة السي محتاجينها وجنب اللي يساوي، على طول بنعمل عملية طرح الأكبر ناقص الأصغر. يبقى نعمل عملية إيه؟ طرح. يبقى أول ما نلاقي الرمز سي جنب اللي يساوي نعمل طرح، حتى لو هنا جمع أو طرح مش هتفرق. يبقى نعمل عملية إيه؟ طرح. يبقى نطرح صفر ناقص صفر صفر، خمسة ناقص صفر هي الخمسة، وتلاتة ناقص واحد اتنين. يبقى الإجابة كام؟ 250. طب نفس الفكرة، لمّا نلاقي قيمة المجهول جنب اللي يساوي، يبقى أعمل عملية طرح الأكبر ناقص الأصغر. طب أطرح مين؟ مين الأكبر؟ 624 أكبر من كام؟ من 410. يبقى أعمل عملية طرح. يبقى ال4 طرح الصفر فال4، طب 2 طرح الواحد فال1، و6 طرح 4 فال2. يبقى أول ما نلاقي المجهول جنب اللي يساوي أعمل طرح الأكبر من الأصغر. يبقى نشوف العدد الأكبر طرح العدد الأصغر. طيب رقم الجزئية التالتة بقى، خلّي بالكم برضه من الجزئية دي مهمة. طب لو أنا لقيت هنا في رقم جنب اللي يساوي غير الA والB أو أي مجهول، هنعكس إشارة اللي جنب اللي قدّام الرقم. يبقى أنا هاعمل لدول عملية إيه، جمع. يبقى لو لقينا طرح نعمل جمع. يبقى هنجمع 900 زائد 500 أدي صفر، وأدي صفر زائد صفر صفر، 9 زائد 5 كام؟ 14. يبقى الإجابة 1400. طب نفس الفكرة، هنا في أرقام، يبقى نعمل لهم عملية إيه، نعكس الإشارة طرح الأكبر مين؟ ناقص الأصغر. يبقى نطرح 122 طرح 75. يبقى 2 طرح 5 ما ينفعش نستلف، يبقى 12 وده أصبحت 1. 12 ناقص 5 فهي ال7، وهنا ال1 ناقص 7 ما ينفعش بقت 11، استلفت 1 من اللي جنبها برضه يبقى 11 ناقص 7. يبقى الإجابة كام؟ 4. يبقى الجواب بتاعنا 47. يبقى الخلاصة في الجزئيتين، لو لقينا أي مجهول جنب اللي يساوي نعكس، نطرح الكبير من الصغير. نطرح مين؟ العدد الأكبر من الأصغر. يبقى ده الأكبر ناقص الأصغر، ونفس الكلام هنا الأكبر ناقص الأصغر. أما لو في أرقام جنب اللي يساوي بنعكس الإشارة. طبعًا السالب بنخلّيه إيه؟ يبقى هنا عملناها حوّلناها لموجب، وهنا الموجب حوّلناه لإيه؟ لسالب، ونطرح الأكبر من الأصغر. فطبعًا دي كانت جزئية مهمة، فبتقابلنا في بعض الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.